السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي الأوفياء. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد غادي نتعرفوا فيه على فوائد الخروب وأضراره. يزرع الخروب أو ما يسمى كذلك بالخرنوب في معظم بلدان البحر الأبيض المتوسط، وبشكل خاص في المناطق المعتدلة والجافة. فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الخروب ومنتجاته تساعد على تقليل خطر إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض المزمنة. وتشكل بذور الخروب نسبة تتراوح بين 10 و20% من قرن الخروب. كما تحتوي هذه البذور على مادة صمغية تستخدم في صناعة بعض مستحضرات التجميل والعديد من الصناعات الأخرى. ما هي فوائد الخروب؟ فالخروب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الفيتامينات، وهو يعد مصدرا ممتازا للفيتامينات، حيث يحتوي على فيتامين أ، فيتامين ب2، وفيتامين ب3، وكذلك فيتامين ب6، المعادن وبعض العناصر الغذائية الأخرى. يحتوي الخروب على عدد من المعادن التي يحتاجها الجسم، مثل النحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والزنك والسيلينيوم. كما أنه يعد مصدرا جيدا للكالسيوم، والذي يساهم في التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما يساعد على التحكم في الوزن، إذ أن تناول ملعقتين من مسحوق الخروب تعطي ما يقارب 4% من الكمية الموصى بتناولها يوميا منه. ومن الجدير بالذكر أن الخروب يعد أيضا مصدرا غنيا بالألياف والبكتين والبروتين مضادات الأكسدة. فقد بيّنت دراسة نشرت في مجلة أمريكية سنة 2003 أن ألياف الخروب غنية بالبوليفينولات المضادة للأكسدة، حيث ذكرت 24 نوع من البوليفينول، ولكن حمض الجاليك والفلافونويد كان الأكثر توفرا فيها. كما يمكن لحمض الجاليك التقليل من الجذور الحرة والخلايا السرطانية، في حين تمتلك البوليفينولات خصائص مضادة للالتهابات. وتوفر العديد من الفوائد الصحية. الكيميائيات النباتية. فالخروب يتميز بغناه بالمركبات الكيميائية النباتية، والتي تمتلك خصائص مقاومة للأورام وبعض الكيرسيتين، وهو أحد هذه المركبات الموجودة في التفاح، الذي وجد أنه قد يحفز موت خلايا سرطان الدم. وتجدر الإشارة أن جميع الدراسات التي تبحث في تأثير هذه المركبات في التقليل من الخلايا السرطانية أجريت على الحيوانات. خصائص غذائية أخرى. بالرغم من أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد تكون منعشة، إلا أن استهلاكها بكثرة قد يؤدي إلى العديد من الأضرار الجانبية. ويتميز الخروب بأنه خال من الكافيين، إضافة إلى أنه خال كذلك من الجلوتين، مما يجعله مناسبا للاستخدام خلال تحضير المخبوزات الخالية من الجلوتين. ويجب الانتباه إلى ملصق القيمة الغذائية وقراءته دائما عند شراء أصناف الخروب المحلى، والتي قد تحتوي على الجلوتين في بعض الأحيان. ما هي فوائد الخروب حسب درجة الفعالية؟ التقليل من الإسهال. تساعد السكريات الطبيعية الموجودة في الخروب على زيادة سمك البراز، مما يقلل من حدة الإسهال. فقد أوضحت دراسة نشرت في مجلة أمريكية أن تناول الخروب قد يكون طريقة آمنة للتقليل من الإسهال لدى الأطفال وكذا البالغين.
خفض مستويات الكوليسترول. أشارت دراسة نشرت في مجلة عام 2001 إلى أن تناول لب الخروب مدة قد تصل إلى 6 أسابيع قد يقلل من مستويات كل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، وذلك عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل قليل. المساهمة في إنقاص الوزن. بيّنت دراسة نشرت عام 2016 أن تناول الخروب قد يكون خيارًا جيدًا لمن يعانون من الوزن الزائد أو السمنة. فوائد الخروب للأطفال. ليست هناك دراسة تشير إلى تأثير الخروب في الأطفال، ولكن يتداول استخدام مادة صمغية مستخلصة من الخروب، وهي تضاف إلى الحليب الصناعي المستخدم للأطفال، حيث تجعله تخينًا أكثر، مما يقلل من رجوعه من المعدة إلى المريء، وقد يكون ذلك مفيدًا للأطفال الذين يعانون من الارتجاع المريئي. وقد بيّنت دراسة نشرت في مجلة سنة 2003 أن استخدام صمغ حبوب الخروب لزيادة كثافة حليب الأطفال قد يكون طريقة جيدة للتقليل من الارتجاع المعدي. ما هي فوائد الخروب للرجيم؟ يتميز الخروب غير المحلى صناعيًا بانخفاض محتواه من السعرات الحرارية، وهو بطبيعته حلو المذاق، مما يجعله بديلاً صحياً للشوكولاتة. كما يتميز بانخفاض نسبة الدهون فيه، ومحتواه العالي من الألياف التي تزيد من مدة الشعور بالشبع، وبالتالي تقلل من كمية الطعام المتناولة، وهذا ما يجعله يساهم في الوصول إلى الوزن الصحي. فوائد الخروب للمرأة الحامل. فالخروب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والتي ذكرت سابقاً، لكن تنصح النساء الحوامل بتجنب الإكثار والإفراط في تناوله. فوائد الخروب لمرضى السكري. يساعد مستخلص الخروب على خفض مستويات السكر في الدم، وذلك حسب دراسة نشرت في مجلة سنة 2014 أن أقراص ومسحوق الخروب قد تصنف من الأغذية التي لا ترفع سكر الدم بشكل كبير عند تناولها، وهذا يرجع لعدم احتوائها على نسبة عالية من السكريات. فوائد الخروب للمعدة. يحتوي الخروب على مادة يطلق عليها اسم العفص، وهي مادة غذائية توجد في العديد من أنواع النباتات، إلا أن العفص الموجود في الخروب يختلف عن الموجود في باقي النباتات، إذ أن الموجود في النباتات عادة ما يذوب في الماء ويعطل عملية الهضم، في حين يعتقد أن ذلك الموجود في الخروب قد يساهم في التقليل من نمو البكتيريا الضارة والتخفيف من السموم في الأمعاء. أضرار الخروب. يعد استهلاك الخروب آمناً في الغالب عند تناوله بكميات معقولة ومعتدلة ضمن الموجود في الغذاء أو على شكل دواء، ولم تظهر أي أعراض جانبية غير مرغوب فيها عند تناوله، لكن يجدر الذكر أنه ليست هناك أدلة كافية حول مدى أمان استهلاكه من قبل المرأة الحامل أو المرضع، لذلك ننصح النساء بتجنب استهلاكه بكميات كبيرة خلال فترات الحمل والرضاعة. كيف يتوفر الخروب؟ يمكن إيجاد الخروب بأشكال متعددة في المتاجر. مسحوق الخروب. يصنع مسحوق الخروب من القرون وحدها دون استخدام البذور، ويحتوي على كل من الألياف الذائبة وغير الذائبة في الماء، فيمكن إضافته إلى العصائر أو استخدامه في المخبوزات. شوكولاتة الخروب.
والتي عادة ما تكون مزيجا من مسحوق الخروب بنسبة 60%، والزبدة الطبيعية أو زبدة الكاكاو، كما يمكن إضافة شراب الخروب والذي يصنع من قرون الخروب المغلية والمطحونة. صمغ الخروب، وهو عبارة عن مستخلص قابل للذوبان يستخرج من بذور الخروب، وهو عادة ما يستخدم كعامل مثخن. هنا نكون وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتعرفتوا أكثر على هذه النبتة، وإلى اللقاء مع فيديو جديد بحول الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.